السلام عليكم. انا جاي لك النهارده وعايزك تفضلي نفسك وتفضلي دماغك وتبعد بقى عن موضوع زيزو وتظلم النادي الاهلي اللجنه الاولمبيه وان الاهلي خسران لحد دلوقتي 2-0، وتفكك من كل الكلام ده وتدور معايا على احسن ستة في مصر. مركز ستة ده اللي هنقسمه لاتنين، مركز ستة الكلاسيكي ومركز ستة العصري. بس احنا عايزين اللي هو العصري اللي هو بيعرف يخرج بالكرة من تحت، والرجع الستة اللي زي رودري وكامافينجا. فانا بعد ما دورت طلع معايا 5 لعيبة، 2 من الاهلي و2 من الزمالك و1 من بيراميدز، والمقارنة دي هتبقى لعيبة مصرية بس، والنموذج اللي هنقيس عليه مصري برضو هو حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي اهم مميزاته اللي يقدر يشيل نص ملعب لوحده. حمدي فتحي اللي دفاعيا جيد جدا، هجوميا جيد جدا جدا، في الخروج بالكرة من تحت والبساط والكلام ده كله في ممتاز. فحمدي فتحي هو اللاعب المثالي في مركز 6 في مصر. الاهلي جاب جون 2-1. فهنمسك اول لاعب معانا اللي هو احسن 6 في مصر المفروض دلوقتي هو مروان عطية. مروان عطية اللي اهم مميزاته يقدر يشيل نص ملعب لوحده تمام، بس مروان عطية عنده مشكلة ان هو ما بيعرفش يخرج بالكرة من تحت. مروان عطية اللي كل كورته بياخدها من رامي ربيعة لياسر ابراهيم وهكذا، نفس المثلث ده ما بيتغيرش. بس مروان عطية كرجولة وقطع كورة فهو لا يعلى عليه في الحتة دي، بس كالخروج بالكورة وكالمساهمات الهجومية فمروان عطية ما ينطبقش عليه يبقى زي حمدي فتحي. اللاعب التاني معانا من نادي الزمالك هو دونجا، بس دونجا هيتقسم معانا لنصين. في دونجا اللي هو بيلعب كورة واللي بيركز في الكورة وفي الملعب، وفي دونجا بتاع الشو وبتاع امام عاشور والكلام ده. لو هنتكلم على دونجا بتاع الزمالك ودونجا بتاع الكوره فهو ده اقرب مثال لحمدي فتحي، بس المشكله ان دونجا بتاع الكوره ده ما بيظهرش الا ماتش واحد من ضمن 10 ماتشات، وطول الوقت دونجا التاني بتاع الشو بتاع اللقطه بتاع امام عاشور، فدونجا مستبعد معانا من القايمه دي. اللاعب الثالث معانا هو احمد رضا من نادي الاهلي. احمد رضا اللي هو في بتروجيت كان مقدم اداء كويس جدا وهو من ناشئين نادي الزمالك، ولما راح الاهلي لعب اول ماتشين كان لا يعلى عليه. احمد رضا اللي بيعرف يباصي ما بين الخطوط، احمد رضا بيعرف يخرج بالكره من تحت، بيعرف يلعب الكور الطويله والكور اللي بتضرب خط الدفاع. فاحمد رضا اقرب بروفايل لحمدي فتحي، بس مشكلته ان هو من بعد ماتش الزمالك خد دروب، مستنيين نشوفه اكتر مع النادي الاهلي عشان نقدر نحكم عليه. ونخش على اللاعب الرابع وهو محمد شحاته. محمد شحاته اللي هو اكتر 8 بس بيلعب 6 اوقات. محمد شحاته متميز ان هو سريع، بيعرف يخرج بالكره من تحت كويس، جرينتا بيموت نفسه على الكوره وبيعرف يقطع. بس مشكله محمد شحاته هي التسرع، وان ساعات بيعمل ميس باص يودي الفريق في داهيه. دي مشاكل ممكن تتحل بحكم السن اللي هو 23 سنه لسه. فمحمد شحاته برده معانا مش مستبعد من القايمه دي، اللي هو اقرب بروفايل لحمدي فتحي، بس مشكلته ان هو ما يقدرش يشيل نص ملعب لوحده. يعني ما ينفعش تلعب محمد شحاته 6 ويلعب قدامه مثلا ناصر ماهر وعبد الله السعيد، هتغرق. فمحمد شحاته ممكن نقول 50-50. في لاعب تاني ممكن نتكلم عليه برده من نادي الزمالك بس ده خارج الحسبه، هو محمود جهاد. محمود جهاد هو اقرب بروفايل لحمدي فتحي، بس محتاجين نشوفه كتير برده زي احمد رضا. ونخش على اللاعب الخامس معانا والاخير وهو مهند لاشين. مهند لاشين نسخه فيوتشر ونسخه بيراميدز اول ما راح كان احسن لاعب نص ملعب في مصر بلا منازع. مهند لاشين اللي ينطبق عليه الثلاث شروط اللي معانا، بيعرف يخرج بالكره من تحت، بيعرف يباصي ويستلم في مساحات ضيقه، وليه مساهمات هجوميه. بس مشكله مهند لاشين ان بقاله اكتر من سنه تقريبا قاعد دكه في بيراميدز، فمش هنعرف نحكم عليه لانه بقاله سنه قاعد دكه. انا عايزك تحكم معايا وتقول لي اقرب بروفايل لحمدي فتحي، هل مروان عطيه، دونجا، محمد شحاته، احمد رضا، مهند لاشين، او لو انت عندك اسم تاني قولوا لي في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقه دي وعايزنا نعمل حلقه عن مركز تاني قول لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه. لو انت على التيك توك تقدر تروح على قناه اليوتيوب وتشوف كل المحتوى الكامل اللي بينزل هناك. والسلام عليكم.